قريب جدا هنشوف عربية اوبل ماشية في شوارع اوروبا، هي في الاصل عربية صيني بكل تفاصيلها ومتغير بس اللوجو بتاعها. القصة بدأت لما ستيلانتس الشركة المالكة لعلامات اوروبية كتير جدا من ضمنها اوبل اشتروا 21% من اسهم شركة ليب موتورز الصينية، وده عشان يستعملوا قواعد البناء الكهربائية بتاعت ليب موتورز لتطوير عربيات كهرباء لماركات ستيلانتس المختلفة. ومع تطور الشراكة دي اسسوا شركة تانية لبيع عربيات ليب موتورز خارج الصين بتمتلك ستيلانتس فيها 51%، وده عشان يعرفوا يتخطوا العقوبات والضرائب الموجودة على البضائع الصينية. واحنا حاليا وصلنا للمرحلة الثالثة واللي اساسها طبعا هو تخفيض النفقات. ليه انا كستيلانتس اقعد ابني واطور على قواعد بناء هي في الاساس مبني عليها عربيات سعرها تنافسي جدا وجودتها كويسة جدا؟ طب ما اخد نفس العربيات دي واغير بس اللوجو بتاعها. وده اللي فعلا ستيلانتس عملته مع العربية الليب موتورز البي 10. ستيلانتس هتنزلها في اوروبا لا تحت لوجو ستيلانتس ولا حتى تحت لوجو الشركة الجديدة اللي هي معاها 51% منها، لا ده تحت لوجو اوبل. هي نفس البي 10 بالظبط اللي موجودة في الصين واللي بتتصدر من الصين للعالم كله باسم ليب موتورز، هتبقى موجودة في اوروبا تحت علامة اوبل.